جربي بقى البطاطس بالطريقة دي وانسي اي طريقة تانية. خطيرة يا جماعة، وتليق جنب اي سفرة، وتليق جنب اي اكل. حاجة كده طعمها في منتهى اللذاذة، زي الحاجة الجميلة اللي بناكلها بره ونبقى مش عارفين هي اتعملت ازاي، وفي نفس الوقت هي سهلة وبسيطة جدا. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت كده حوالي كيلو او كيلو وشويه كده من البطاطس. قطعتها طبعا قشرتها وغسلتها، وبدات ان انا اقطعها مكعبات بالشكل ده، مكعبات كبيره كده بالشكل ده. جبت بقى حله وهبدا انزل بكل كميه البطاطس كده في الحله. هنزل عليها كده بحوالي نص معلقه صغيره من الملح، وبعدين هغطيها بالميه المغليه، ميه مغليه علشان بس تسرع لي السوا. ممكن تحطي ميه بارده عادي. هرفعها بقى على النار واسيبها لغايه ما تستوي تماما. بعد ما استوت كده صفيتها كويس جدا من الميه. هبدا اهرسها كده من غير ما احط لها اي حاجه. بصوا هي دايبه خالص وبتتهرس معايا بمنتهى السهوله. هرستها كويس جدا بحيث ان هي ميبقاش فيها اي كتل صغيره، تبقى ناعمه خالص. بعد ما ههرسها كده هجيب الاسباتيلا كده وابدا اضغط عليها كده لغايه ما اعرف واتاكد ان هي ناعمه خالص وما فيهاش اي قطع صغيره كده زي الفل. جبت بقى طاسة على النار، وبدأت أحط في الطاسة ديت معلقة كده حلوة محترمة من الزبدة. تمام. أول ما الزبدة تبدأ تسيح معايا كده بنزل بحوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم المفروم، وهبدأ أقلب الثوم كده في الزبدة بالشكل ده لغاية ما الثوم ريحته تطلع. أنا مش عايزة الثوم لا يصفر ولا أي حاجة، أنا عايزة بس أقلبه كده تقليبة على نار متوسطة لغاية ما الثوم بس ريحته تطلع، مش أكتر من كده. اول ما الثوم ريحته تطلع معايا هبدا ان انا انزل بالبطاطس كده بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. ريحه الثوم طبعا مع الزبده خطيره. ممكن تستبدلي الزبده بحته سمنه بلدي حلوه جدا طبعا. بصوا بنزل كده بكل كميه البطاطس. تمام. هبدا بقى اهدي النار على الاخر، يعني اول ما انزل بالبطاطس اهدي النار خالص، وهبدا اقلب البطاطس كده مع الزبده ومع الثوم. ريحه الثوم ما بتسيبش اي حاجه في البق، يعني طالما متشوح كده ما بيسيبش اي اثر عشان الناس اللي بتتضايق من الثوم. دلوقتي بقى جبت نص كوبايه من الحليب. نص كوبايه الحليب دي مش هاخدها كلها طبعا، هاخد ربعها، هاخد نصها بس، يعني هاخد ربع كوبايه بس من الحليب. يعني على كل كميه البطاطس دي ربع كوبايه من الحليب. ربع كوبايه الحليب دي بنزل بيها كده على البطاطس معلقتين معلقتين، مش بنزل بكل ربع كوبايه مره واحده. بصوا بنزل ايه، بمعلقتين معلقتين. ما ينفعش انزل بيها مره واحده، هتبقى البطاطس صايصه خالص ومش هتبقى مظبوطه معايا نهائي. لكن كل ما بنزل بيها معلقتين معلقتين كده وبقلبها بتبقى بتطلع لي المطه بتاعه البطاطس، وبتخلي لي البطاطس كريميه خالص، وكاني حاطه فيها جبنه موتزاريلا وانا مش حاطه فيها اي نوع من انواع الجبن. بصوا نزلت بربع الكوبايه كده على 3 او 4 مرات، والنار تبقى معايا شمعه، وبفضل اقلب كده كاني بقلب في عجينه بالظبط. البطاطس كريميه خالص كاني حاطه لها كريمه. يا سلام بقى لو عندك حته كريمه، أو يعني معلقه او معلقتين من الكريمه اللباني، او لو عندك قشطه من وش الحليب. انا صراحه كان عندي قشطه بس نسيت خالص ان انا احطها. يعني لو عندك قشطه من وش الحليب كده حطي معلقه ولا معلقتين، هتودي الطعم في حته تانية خالص. بصوا نص الكوبايه انا بوريها لكم دلوقتي ان انا خدت يعني نص كوبايه الحليب دي خدت نصها بالظبط، يعني خدت ربع كوبايه بالظبط من الحليب. كده البطاطس بقت كريميه معايا وفيها مطه حلوه قوي، ريحتها وطعمها خطير. بنزل بقى برشه صغيره من الملح، رشه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان رشه صغيره من الكمون. ممكن تضيفي شطه كمان لو حابه. وهقلب بقى كله كده مع يعني البطاطس كويس جدا مع التوابل. مش قادره اوصف لكم طعمها وريحتها، شكلها حلو قد ايه، مشبعه جدا ومفيده ومغذيه. وبجد يا جماعه يعني في سفره رمضان كمان هتبقى حلوه جدا جنب الوجبات، لان دي تعتبر نوع من انواع المقبلات، وكمان تعتبر وجبه اساسيه كمان ورئيسيه. لو انت بقى يعني انا كنت عاملاها جنب عدس اصفر، بتبقى حلوه جدا جنب مسقعه، جنب عدس بجبه، جنب عجه، لوحدها كده خطيره يا جماعه. يعني تقدروا تعملوها كده في فطار او في غدا او في عشاء، جميله جدا ومشبعه ولذيذه وبتدوب حرفيا. دلوقتي بقى خلاص طفيت عليها، نزلت بيها كده في طبق التقديم، وبدات انزل كمان بمعلقه من الزيت علشان افرد كده البطاطس في الطبق بالشكل ده. طبعا انا استخدمت زيت ذره، لو عندكم زيت زيتون هيبقى افضل بكتير كمان. كان عندي بقى بابريكا مدخنه بتديها طعم وريحه حلوه قوي، وبتدي شكل كمان حلو جدا في النهايه. حطيت كده رشه كده صغيره من البابريكا المدخنه، وهبدا كده بظهر الشوكه هبدا اعمل خطوط بالشكل دوت كحركه من انواع التزيين، يعني بتخلي شكل الطبق حلو قوي.
زي ما قلت لكم انا كنت عاملاها جنب شوربه عدس اصفر يا جماعه، وده كان الفيديو اللي فات على طول، ونزلت لكم شكل البطاطس وقلت لكم هنزلها لكم الفيديو الجاي. بصوا بقى جنب عيش محمص كده بالزبده، وكمان في النص كده زيتون اخضر مخلل، كانت حلوه جدا طعمها خطير. بصوا كريميه كده وبجد والله فيها مطه كانك حاطه فيها جبنه موتزاريلا. خطيره يا جماعه وسهله وبسيطه، ما خدتش وقت ولا مجهود. جربوها هتعجب وكل اللي هيدوقها هيعشقها وهتعجبكم جدا. اتمنى النهارده يكون الوصفه والفيديو والطريقه عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وكمان شير كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الطريقه والوصفه وينفذها. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.